حادثة عنصرية وقعت اليوم بحق سيدة على متن إحدى القطارات في سيدني. الضحية جلست صامتة فيما تواصلت الاتهامات العنصرية لدقائق، غير أن سيدة أخرى أظهرت شجاعة كافية للدفاع عنها وسجلت بالصوت والصورة معظم النقاش. ستايسي كلارك ليست من الفتيات التي يصمتن في حال لم يعجبهن تصرف معين، خصوصا إن وقعت أمامها حادثة عنصرية. فقد تقدمت ستايسي لتدافع بكل شجاعة عن سيدة مسلمة عُملت بقسوة بسبب ارتدائها الحجاب، وانتشر الفيديو سريعا. وتقول ستايسي كلارك إنها شعرت بالأسى لأجلهم، وكان إحساسها بالغضب كبيرا لأنها لا ترغب في أن يمر أحدا بمثل هذا الموقف. وقالت ستايسي إن الاتهامات العنصرية تواصلت على متن القطار المتجه للمطار لمدة 10 دقائق. العائلة المسلمة التي كانت تزور سيدني جلست بهدوء. وحينما ذكرت السيدة التي ترتدي الأحمر حادثة مقهى سيدني واحتجاز الرهائن، اتهمتهم بأن أبنائهم يقطعون الرؤوس. واليوم اتصل زوج السيدة بستايسي لتقديم الشكر لها، فيما أثنى الكثيرون على شجاعة ستايسي عبر الإنترنت. ولم يتم توجيه اتهام رسمي ضد السيدة، ولكن الشرطة أعلنت أنها ترغب في الاستماع لأي شخص يمتلك معلومات عنها.